أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، ياريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. عمرك شفتي حاجة تخلي واحدة تغير رأيها في لحظة؟ اللي حصل معايا وأنا راجعة من زيارة خالتي هيفضل عمره ما يتنسي، وعمري ما كنت أتخيل إن يوم عادي يتحول لقصة بالشكل ده. يلا بينا نبدأ الحكاية. وأنا راجعة من زيارة خالتي الساعة 3 العصر، لقيته بيقول لي: مصلحة ولا مروحة؟ قلت له: نعم يا خفيف. وفجأة بصيت عليه، لقيت عنده العمود كبير جدا وعريض جدا، وبصراحة وقتها حسيت إن المسائل واقفة جدا، فغيرت رأيي وقلت له: أنا مصلحة. وفعلا ركبت معاه وخدنا على شقته. وبصراحة ما أقولكوش اللي حصل هناك، حاجات كتيرة جدا حصلت. أهلا وسهلا بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلا بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جدا وجريئة جدا. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، ياريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أنا بوسي، عندي بالظبط 44 سنة. ما أقولكوش العود عندي جامد، ملفوف، كيرفي. بصراحة المسائن عندي واقفة قوي وحلوة جدا، في منتهى الأنوثة والجمال. أي حد يشوفني كان بيقول عليا ملزة. يعني إيه؟ يعني حلوة جدا وجميلة وزي القمر وجسمها حلو، حاجة كده بجد تفتح النفس، الست بمعنى الكلمة، فاهمين؟ المهم في اليوم ده اتشيكت ولبست حلو ورحت زيارة لخالتي الساعة 3 العصر. انتوا عارفين صلة الرحم، لازم نزور القرايب. وكان يوم عادي جدا. وأنا ماشية في الطريق مفيش أي مشكلة قابلتني. المشكلة الكبيرة كانت وأنا راجعة بعد ما اتغديت عند خالتي وسلمت عليها وطمنيت عليها. قالت لي: ربنا ما يحرمني منك، انتي الوحيدة اللي بتزوريني. أنا أصلا مطلقة. وأنا راجعة في واحد كان ماشي ورايا، بس أنا متعودة أبص قدامي، عمري ما ببص ورايا حتى لو اتعكست، لأني متأكدة إن المعاكسات بتحصل. بس المرة دي كانت المعاكسة شديدة جدا. فجأة سمعته بيقول لي: مصلحة ولا مروحة؟ الكلمة دي بتجنني، بتعصبني، بتستفزني. قلت له: أنا مروحة، وقلتها بجرأة عشان يزهق ويسيبني. أنا مش عايزة مشاكل في الشارع، مش عايزة شوشرة. المهم لفيت يمين شمال شمال يمين، وهو برضو كان ماشي ورايا، بس كان ماشي بهدوء، برجله من غير صوت. من كتر المعاكسات اللي سمعتها في اليوم ده ومن كتر الكلام الغريب، حسيت إني لازم أبص عليه. ولما بصيت عليه هنا كل حاجة اتغيرت، لقيت كل حاجة حلوة، كل حاجة واقفة. بصراحة غيرت رأيي، قلت له: مصلحة. اتصدم وقال لي: اشمعنى دلوقتي؟ ايه اللي خلاكي تغيري رأيك؟ هو ما يعرفش اني لما شفته جامد، وانا كنت مطلقة وكنت عايزة ومحتاجة. بصراحة ما ينفعش اضيع الفرصة دي. قلت له: مصلحة. قال لي: طب عايز اعرف السبب. قلت له: تفرق معاك تعرف السبب ليه؟ قال لي: من باب الفضول. قال لي: حاضر هقولك. قال لي: اتفضلي أنا سامعك. قلت له: كنت مفكرك أي راجل والسلام، بس لما بصيت عليك لقيتك كامل الرجولة وعندك حاجات حلوة كتير، فعشان كده غيرت رأيي. قال لي: هو ده السبب؟ قلت له: أيوة هو ده ومفيش سبب تاني. بعد كده بدأ يتكلم. قال لي: طب انت عايزة كام؟ كام ازاي يعني؟ قال لي: فلوس. قلت له: ما فيش حد ما بيحبش الفلوس، بس مش دايما الفلوس هي اللي بتسعد، في حاجات تانية أهم بكتير. قلت له: الفلوس وسيلة مش غاية، مش دايما بتكون سبب السعادة، في حاجات أجمل بكتير: الأحاسيس، المشاعر، الراحة. وبصراحة من طريقته وكلامه حسيت إنه شخص ناضج وفاهم الحياة كويس. هو فعلا بيسعى للسعادة مش للمادة. المهم قال لي: يلا اتفضلي اركبي. وكان عنده عربية وفعلا ركبت معاه، وكان عنده شقة. واحنا ماشيين بالعربية كنت بفكر يا ترى اللي عملته ده صح ولا غلط. بس بصراحة أنا كنت عايزة أغير جو، كنت محتاجة أخرج من روتين حياتي، كنت عايزة أجرب حاجة جديدة، خصوصا إني بعيش لوحدي. ولما وصلنا
ما أقولكوش اللي حصل بعد كده. لو عايزين تعرفوا باقي القصة استنوني في الجزء التاني، هيكون حكاية نار. بس لازم ألاقي تفاعل على الجزء ده عشان أنزل لكم الجزء التاني قريب. يلا مع السلامة يا حبايب قلبي، استنوني قريب جدا تانية. الله، ما تعرف تعالج نفسك يا ابني؟ ساكت على نفسك ليه؟ ما اتجوزتني ليه؟ انت زيك زيي بالظبط كده يعني. ما المرة الأولى بسرعة، إنما المرة التانية دايما بالطول. قلت له وبعدين يعني. وبعدين كل اللي حصل ده في أول يوم بعد جوازنا، بعد ما كان هو مفهمني إنه سبع السباع وذكر بمعنى الكلمة. ذكر هو فين الذكر؟